السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة رسالة وتحذير للأمهات اللي بتستخدم تطبيق شرطة الأطفال. للي ما يعرفش التطبيق سريعا كده، هو عبارة عن تطبيق فيه تسجيلات كأنها مكالمات مسجلة للشرطة، والحوار بيدور حول طفل مش راضي ياكل، أو طفل مش راضي يلبس، أو طفل مش راضي ينام، أو مش بيسمع الكلام، وهكذا. وصوت الشرطي اللي في المكالمة بيقول إن هيجوا ياخد الطفل ده مثلا اللي مش راضي ينام. فطبعا ببراءة الأطفال، في أطفال كتير بتخاف وتنام، وحقيقي الكلام ده بيدخل على أطفال كتير، وكتير من المربين بيستخدموه بدون ما يعوا إن ده بيسبب مشاكل كتير، سواء على المدى القريب أو البعيد، على شخصية الطفل. فهي بتشكل هواجس ومخاوف من تعامل الطفل مع رجال الشرطة، أو تعزيز مشاعر الذنب، أو إن الطفل ملاحق ومهدد بالسجن والضرب. وده بيخلق عنده عدم شعور بالأمان، غير إنه ممكن يفقد الثقة في أهله اللي هم مفروض مصدر الأمان بالنسبة ليه، وغير إن ده بيساهم أكيد في إضعاف شخصية طفلك. يا جماعة بالله عليكم، أطفالكم أمانة عندكم، بلاش تستخدموا أي حاجة تظهر بدون ما نمررها على عقولنا، أو حتى نستشير متخصص في الأمر. كفاية تدمير في أطفالنا. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال. مع السلامة. الو، معاكو شرطة الاطفال، ايه المشكلة؟ وليه مش عايز ياكل؟ يعني بس عايز ياكل اكل غير صحي؟ لازم ياكل ولو اكل بسيط، لانه لو ما اكلش حبعتله الشرطة بيجيبوا عندنا وهنأكله الاكل اللي ما بيحبوش. طيب ممكن اسمه عنوان بيتكو؟